بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. بدخل قدرا على الفيسبوك، لقيت صاحبي وأخويا وصديقي وحبيبي محمد أبو الحمايل منزل نعي لوفاة الفنان الشعبي المطرب الجميل إسماعيل الليثي. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. ده أولا. بس أنا رأيي في الموضوع أهم من كده. دي مصيبة إن احنا ما نزعلش على حاجة حصلت زي دي، اللي هي ايه؟ المتوفى اسماعيل الليثي ربنا ابتلاه انه اختار ابنه وتوفاه الله في حادث سقوط، وده ما كانش عبرة ليه. حزن وزعل وعيط وبكى، وانا مش متابع، بس انا لقيت برضو قدرا كده الموضوع ده قدامي. ف يعني ربنا اداك رسالة، ايقظك، اخد منك احب ابن. يعني ده اي ابن بيبقى حلو بالنسبة لاي اب واي ام. تبت عن اللي انت كنت بتعمله، كان عظة ليك؟ لا، فضل مكمل. ويشاء السميع العليم ان هو يعمل حادث بعد ما كان بيحيي فرح، بيحيي. ده اللفظ الدارج. لا، كان في عرس، وكان في اكيد كل الموبقات. اكيد انا ما كنتش عارف، يعني ما شفتش ومش متابع الافراح بتاعتهم عامله بتعمل فيها ايه. بس هي الفكره انه في اللحظه دي عرف ان كل عيشته كانت حرام. ده اللي يحزن اكتر من موت الولد وموت ابوه. المعازف حرام، الموسيقى حرام. اللي بيقول بالحلية يعني ان الموسيقى دي والافراح والليالي الملاح واللي بيحصل فيها اذا كانت مطربة ولا مطرب حلال، يبقى يوصي لما يموت يشغلوا له الاغاني دي على قبره، يشغلوا له الاغاني والحاجات بتاعته دي، وما يدعولوش بالرحمة. بقول كده ليه؟ انا بقول كده ليه؟ انت دلوقتي بني ادم مقتنع ان انت شايف ان ده حلال، كمل فيه، كمل فيه لغايه الاخر. لغايه الاخر بمعنى ايه؟ انا دلوقتي بكلم المنطق. سيبك من دقني وان انا شيخ او مش شيخ، لا، دي حاجه ربنا اللي يعلمها، وربنا عافينا كلنا. الفكره في ايه؟ الفكره في الحديث اللي بيقول ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. طب انت دلوقتي بتاع افراح، بتاع اغاني، بتاع معازف، بتاع حاجات محرمات. لو كان الحاجات دي حلال، ايه اللي يمنعني ان انا اسرق واعمل خير؟ ان انا شغلتي ابقى قتال قتله، والفلوس اللي بتطلع لي اعمل بيها خير. ان انا ابقى حرامي، اللي هي اسرق يعني، وحرامي على كبير قوي، واسرق من المال العام برضه واعمل خير. كل الموبقات ممكن اعملها وبعدين اعمل خير. ايه اللي هيمنعني؟ ايه اللي هيخليني؟ ايه اللي هيبقى راضع قدامي عشان ما اعملش الشر الاولاني؟ ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. حاجة تحزن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أتمنى، وأنا طبعا عارف ليا رؤية مسبقة باللي هيحصل، صعبانيات لأقصى الحدود، وبعدين من سيء لأسوأ. طيب، في سؤال بيتبادر لذهني دلوقتي.
هو ليه شيخ الازهر اللي هو اكبر منصب ديني في مصر ما بيطلعش يتكلم في الاساسيات دي ليه؟ ممكن يكون اتكلم. طيب ليه ما بيذكرناش كل شوية ان المعازف حرام ولا تجوز، ومعهد الموسيقى العربية، ومعهد الفنون المسرحية، ومعهد الفن والتمثيل، ده كله لو حلال ليه بنت الشيخ الازهر مش كده؟ انا بقول الموضوع ده ليه؟ ان اكبر شخصية دينية لا تحلل حلالا ولا تحرم حراما. طيب الحاجة دي لما بنسكت عليها ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيترتب عليها؟ ناس كتير بتبقى مش عارفة، ناس كتير بتبقى عادي. انا دمي محروق علشان الراجل اللي مات ده متخيل انه كان في اكل عيش. لا والله، لا والله ده مش اكل عيش، والرقاصة مش اكل عيش، والمطرب مش اكل عيش، والمطربة مش اكل عيش، والممثل مش اكل عيش. مش اكل عيش بالحلال. دي حاجة مش مظبوطة. اللي انا شايفه ده مش رأيي انا، ده رأي الناس اللي عارفة ولو قدر ضئيل من دينها. الحياة دي مش حياة المسلمين. حياة المسلمين بيفرحوا بشكل غير كده. المسلمين ما بيرضوش على أهلهم كده. حسبي الله ونعم الوكيل. وأتمنى الناس تفكر ولو بالمنطق، بلاش بالدين، بالمنطق. ده يرضي الله ورسوله؟ تحري الحلال الطيب راح فين؟ لما مندورش على الحلال والحرام تبقى حياتنا كده، ده هيبقى شكلنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بس تذكرة ونأولكم بتقوى الله وكثرة الاستغفار. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.